الموجودين في القضيه هنا سعادتك والموظف في حاجات مش يعني مصاري تجاريه ملحه. اولا عندنا بالنسبه للارض الكومينه، الارض الكومينه دي توظف ملحه جدا 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 لانها الارض دي مخصصه للمباني والاصلاح الزراعي وحاليا هي وارض الكومينه دي مخصصه للمباني وطبعا مجلس المدينه من بدايته انهم عايشين على المتر مش عارف 5 جنيه من البدايه من حوالي 10 سنه. ساعات وصلت النهارده حوالي 150 جنيه. انا ولا ماليش ارض هناك عشان ابقى طريق مع صاحبي. ماليش ارض مطلق وناس مش تبني عشوائي تروح تجيبهم. بس احنا دلوقتي الوضع معمول طريقه معمول لها تقسيم واخد بال ساعتها على ان الايراد هيبقى 100 من 175 متر ل 120 متر على اساس الباقي هيبقى هناك عرض واخد بالك بس ساعتها. فدي موجوده في مجلس المدينه، مجلس المدينه هو اللي يحل المشكله دي لان المشكله دي واخد بال ساعتها ارض فاضيه هي الموجوده بقى لها حوالي من 20 سنه. المطلب الثاني ساعتك اللي هو الشارع والناس اتكلمت عنه واخد بال ساعتك ده مطلب برضه يعني الشارع مقبول يعني. المطلب الثاني ثالث الملاحظه بقى ان عندنا ارض املاك دوله قويه هنا واخد بال ساعتك تكاد تكون يعني انا عشان معلومات ما تخش ذات كتير ان الارض دي كانت تعود من مجلس المدينه تعود من اداره الاملاك. هذه الحدود تنفذ كل اللي خده قال لك خد مصنع بنى المصنع شغل المصنع سنه اخرى راح بايع الارض كلها وهذا مخالف لشروط العقد والتعاقد. بس عارف هنا مشكله ثالثه بقى مهمه للشباب سيادتك يا ريت نظرا لسعادتك موضوع الشقق بتاع قانون واخد بس ساعتك ابناء طبيعي مش مستفيدين منه. يعني اللي كان يروح الاول مجلس المدينه يقول عاوز شقه يروح البنك يدفع 5000 جنيه. طب الشاب اللي هيطلع عاوز شقه ده معاه 5000 جنيه حتى اصلا بس دلوقتي وصلت ل 13 ل 14000 جنيه واخد بس ساعتك. مساكن طميه بالذات هنا ابناء طميه لو عرفت اصل سعادتك في ابناء طميه من المساكن اللي موجوده حاليا دلوقتي وحكايتها ضروري جدا تلاقي ابناء طميه يخشوا 1% 2% ليه مش عارف بس عارف ده طب بس بقى عشان موضوع المساكن ده ايوه يا باشا كده عاوز نظره من سعادتك ومش هنعمل في حاجه ده خاصه ما ينفعش اخد شقه من نفس تخصصت له. يعني واحد اتخصصت له شقه ايا كان بقى من طميه ومش من طميه يدفع اقول له هذا اللي جاي ان شاء الله احنا جايين ان شاء الله كل اللي عندنا لحد 12000 وحده ان شاء الله السنه الجايه الخطه الخمسيه اللي هي 2011 2016 ان شاء الله هيكون من نصيب الفيوم بحدود 40,000 50,000 واحد ان شاء الله.